السلام عليكم، عاملين ايه؟ الريفيو النهارده عن غسول ايفا بالكولاجين. لو انت اشتريتيه او بتفكري ان انت تشتريه عشان بتعاني من تجاعيد وخطوط رفيعه عند العين او عند البق، او عندك تجاعيد عامه وعايزه تعالجيها، تابعي الفيديو ده للاخر عشان هقولك كل حاجه عن غسول ايفا بالكولاجين، وهل هو حلو ولا لا، ويستاهل اصلا ان انت تشتريه ولا لا. بداية كده، غسول ايفا بالكولاجين هو ينفع لكل انواع البشرة اصلا، يعني مش لبشرة محددة. دي كانت من الحاجات اللي عجباني فيه. وبرده هي ميزة وعيب، اي غسول هتلاقيه ينفع لجميع انواع البشرة. ممكن يبقى حلو، ممكن ما يبقاش حلو، لان مفيش حاجة طبعا اكيد تنفع لكل انواع البشرة. تاني حاجة في الغسول ده، ان هو زي ما احنا شايفين هنا كده مكتوب خالي من الصابون. يبقى هو لكل انواع البشرة وخالي من الصابون. خالي من الصابون دي حاجة كويسة جدا، لان الصابون طبعا زي ما احنا عارفين هو ضار جدا للبشرة وبيعمل لها مشاكل كتير. تجربتي بقى مع الغسول ده، قبل ما اقول تجربتي، انا كنت جايباه ب55 جنيه، بس طبعا من الاسعار تعلى فهو اكيد دلوقتي غلي. الحاجة التانية بقى، قلت لازم اجربه لفترة واشوف نتيجته ايه. غسول ايفا بالكولاجين هو مكتوب عليه كلينيزر، يعني بينظف البشرة. فلا، ما بيعملش اي حاجة من دي خالص، ولا ليه اي 30 لازمة. لا هو فيه كولاجين يعني، لا هو بيشيل تجاعيد، ولا هو حتى بينظف البشرة كويس، بل بالعكس ملمسه تقيل جدا جدا جدا. فعشان كده انا بنصح اصحاب البشرة الدهنية ما يحاولوش خالص ان هم يجربوه. تقيل قوي على البشرة وطلع لي حبوب، فلا مش حلو خالص، تقيل جدا، ملمسه تقيل على البشرة. يعني ممكن يليق مع اصحاب البشرة الجافة، ده يليق معاهم لان هو كده كده اصلا بيرطب. هي دي الحاجة الوحيدة اللي لقيتها منه، لكن بقى هو بالكولاجين بيخلي الوش نضر مثلا، بيشيل تجاعيد، مفيش اي حاجة من دي. فعشان كده قلت اجربه مره كمان، ممكن كده من اول مره، فمره مع التانية مع التالتة مع مرات كتير نفس النتيجه. اللي خلاني اوقفه بقى لما لقيت ان هو بدا يطلع حبوب، لان طبيعي اوريدي البشره الدهنيه مع غسول ملمسه تقيل عليها ده هيؤدي ان البشره تتكتم فهتطلع حبوب. فما لقيته بدا ان هو يطلع حبوب، قلت لا انا اوقفه واسيبه على كده. حتى بصوا الغسول زي ما هو، يعني ما اتخدش منه كتير او ما قعدتش منه فتره طويله، عشان بدا يطلع حبوب. فطبيعي طالما بدا يطلع حبوب ده معناه ان الغسول مش كويس. او الغسول لما بيبدا يطلع حبوب تحت الجلد بيبقى المره عشان بينضف البشره، بس بعد استخدامه المده بيبدا ان الحبوب دي تروح، لكن ده مفيش منه كده. وعامه هو ملمسه تقيل جدا، فعشان كده كان تجربة مش كويسة خالص، تجربة فاشلة تماما. والغسول ملوش اي 30 لازمة اصلا، يعني الغسول ده ما اعتقدش انه ليه اي لازمة، غير ان هو ينفع لاصحاب البشرة الجافة، ان هو هيرطب. هو كل فكرته ترطيب، لكن ما بيعملش حاجة اكتر من كده. وبكده اكون خلصت لكم الريفيو.